الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. بماذا يمكن أن نصف الإعلام السوري على زمن النظام السابق، نظام البعث الأسد؟ باختصار يمكن أن نصفه بأنه إعلام ساقط أخلاقيا، مهنيا، وطنيا، وبكل ما يخطر على بالكم من أوصاف. ذلك أن هذا الإعلام على امتداد عقود يعني ضلل الرأي العام السوري داخليا، وساهم في تلويث الوعي، وساهم في تدجين المجتمع وترويض المجتمع واغتيال الوعي النقدي في المجتمع السوري، وصدر السردية الرسمية الفاسدة المضللة والمفسدة للإنسان والمجتمع في سوريا على امتداد عقود. أعتقد أنه لا يوجد اثنان في سوريا يمتلكان الحد الأدنى من الوعي والثقافة والمناقبية والحس الوطني يختلف معي في هذا التوصيف. طيب، النظام الحالي، نظام أبو محمد الجولاني، بماذا اختلف عن في إعلامه؟ بماذا اختلف عن نظام حافظ الأسد وبشار الأسد؟ إذا أتينا وأجرينا فحصا للمحتوى، محتوى هذا الإعلام خلال عام فقط، يعني من سقوط نظام بشار الأسد وإلى هذه اللحظة، ما هي النتيجة التي سنخرج بها من خلال تقييم المحتوى البصري والمحتوى التحريري لإعلام نظام أبو محمد الجولاني الانتقالي المؤقت؟ أيضا في تقديري واعتقادي أن هذا الإعلام ساقط مهنيا وأخلاقيا، ويحرض على العنف ويبث خطاب الكراهية، ويستهدف مكونات الشعب السوري، يستهدف الدروز، يستهدف العلويين، تجاوز إعلام نظام بشار الأسد. إعلام نظام أبو محمد الجولاني تجاوز إعلام نظام بشار الأسد في هذه التفصيلة، تفصيلة توزيع الكراهية والإحقاد والضغائن على مكونات الشعب السوري. نعم، في إعلام نظام حافظ الأسد كان هنالك خطاب كراهية ضد الكرد، خطاب عنصري قومي، هذا لا غبار عليه. كان هنالك أحيانا أيضا خطاب كراهية يستهدف السنة، وهذا أيضا يعني لا خلاف عليه. لكن أن تتسع الدائرة لدى نظام أبو محمد الجولاني أن يستهدف مكونات الشعب السوري إعلاميا وعسكريا وسياسيا، فهذا سبق يسجل لإعلام أبو محمد الجولاني ولإعلاميي أبو محمد الجولاني الذين تمرغوا في السقوط المهني والأخلاقي أثناء تأديتهم لمهامهم هذه الموكلة إليهم. ما هي هذه المهام؟ نمذجة نظام أبو محمد الجولاني والتسويق له على أنه الرئيس الشرعي، رغم أنه هو رئيس انتقالي مؤقت يعني. ومؤتمر النصر الكاذب، يعني مؤتمر النصر وصفه بهذا التوصيف، مش من عندي يعني، حتى الإعلان الدستوري الكل وصف هذا الرئيس بأنه الرئيس الانتقالي المؤقت. طالما هو رئيس انتقالي ومؤقت ومفروض، إذن فهو غير شرعي. الظروف الاستثنائية الطارئة
أجبرت سوريا إلى اتخاذ هكذا إجراء يعني دولة بدون رئيس ما بتزبط، لكن هذا الرئيس الانتقالي المؤقت هو غير شرعي. الإعلام صدر الموضوع خلاف ذلك تماما، حتى توصيف الانتقالي المؤقت شطبوه في السياقات الإخبارية. نعم، دائما ينبغي التركيز والتكرار على أنه رئيس انتقالي مؤقت، وأنا قلتها سابقا وأكرر، سيسمعونها مني طيلة هذه الفترة، 5 سنوات، 5 سنوات الرئيس الانتقالي المؤقت، ريثما تحدث في سوريا انتخابات شرعية نزيهة يعني مراقبين دوليين يتأكدون من صحة وسلامة ونزاهة هذه الانتخابات، وينجح فيها أبو محمد الجولاني بصناديق الاقتراع، مش بهبت هبت ولبت لبت والإعلام ويطلعوا على الإعلام ويسوقوا ويطبلوا ويزمروا. وقت ذاك ممكن أن نحترم نتائج هذه الانتخابات إذا كانت بالفعل نزيهة ومحترمة وتعكس المزاج العام لسوريا، أنه هذا المزاج بالفعل يرى في أبو محمد الجولاني بطلا ومحررا وفاتحا ومنقذا. وقت ذاك ممكن أن نقول الرئيس السوري أحمد الشرع، لكن حتى هذه اللحظة هو رئيس انتقالي مؤقت، وهو أبو محمد الجولاني، لأنه هو لم يتبرأ من هذا الاسم بل تفاخر به احتراما لافتخاره بماضيه. طبعا أنا لا يوجد في ماضيه ما يستحق الاحترام، احتراما لرغبته، رغبة أبو محمد الجولاني أنه بيشوف هذا الماضي جميل وغير باعث على الخزي والعار. مش مشكلة، أنا سأبقى أسميه بأبو محمد الجولاني طالما لا يتبرأ من هذا الماضي. إذن إعلام نظام الجولاني كما ذكرت بمنتهى البساطة والتقييم، تقييم المحتوى، محتوى البصري والتحريري والمقابلات وإدارة الحوارات في القنوات، قنوات التلفزة التي تمثل الخطاب الإعلامي والسياسي لنظام الجولاني، وإن قناتين فضائيتين أساسيتين: تلفزيون سوريا الذي يبث من تركيا، المقر الرئيسي والمركزي في تركيا تلفزيون سوريا، وقناة الأخبارية. والاثنين يعني تجهيزات قناة الأخبارية والتمويل والقصصي قطري، وتلفزيون سوريا 100% قطري. إذن صناعة المزاج العام، الرأي العام في سوريا وعبر القنوات الإعلامية يعني بنفس قطري. طبعا المسيطر على الإعلام أحيانا يعني لا يطلب من الإعلاميين بالحرف بالملي تصرفوا كذا وقولوا كذا. هنالك اجتهادات، لكن اجتهادات على مستوى الانحدار والحضيض. يعني ممكن للجهات الداعمة الراعية للإعلام السوري أن تحدد شكلا معينا، نفسا معينا، مخططا معينا للخطاب الإعلامي، بينما المذيع أو المحرر يحاول أن يبذل المزيد من الجهد لكي يظهر على أنه يعني تجاوز نفسه أو تجاوز هذا الخطاب إلى ما هو أسوأ، إلى ما هو أكثر انحدارا.
هذا جائز، هذا يتوقف على اجتهادات هذا المذيع أو تلك المذيعة، وأنا شفت هذا الأمر يعني. وزير الإعلام وزير الإعلام حمزة مصطفى نُمي إلي يعني من أصدقاء يعني لهم اطلاع على أنه حمزة مصطفى ليس خيار عزمي بشارة، الدكتور عزمي بشارة كان يرفض إنه حمزة مصطفى يتولى حقيبة الإعلام، أو لنقل إنه لم يكن راضيًا، ما نقول رفض يعني، لم يكن راضيًا عن توليته، لكن حمزة مصطفى يعني آآ شافها يعني فرصة ذهبية لا تُعوّض، حتى ولو كانت في مرحلة انتقالية أن يكون هو وزير إعلام. طبعًا هو ال ال تنصيب حمزة مصطفى في إدارة تلفزيون سوريا بقرار وبموافقة من عازمي بشارة، هي ما في خلاف عليها يعني. لكن خروجه من إدارة مؤسسة إعلامية إلى أن يصبح وزير إعلام ويتولى حقيبة إعلام، يعني حسب ما قيل لي، ما نُمي إلي، أنه لا هو خيار قطري ولا هو خيار المركز العربي لدراسة السياسات، هكذا قيل على ذمة الراوي، وأنا أصدق يعني. بالنسبة لي المصدر ذو مصداقية واحترام وتقدير، ويعني بإمكاني أن أصنفه على التيار المعارض لنظام الجولاني من دون الإعلان عن هذه المعارضة، وهم كثر يعني في الإطار اللي فينا نسميه. إذا هذا الخطاب الإعلامي، هذا الانحدار الإعلامي الذي نراه في الإعلام السوري، إعلام نظام أبو محمد الجولاني، حتى أحد الأصدقاء يعني ذكّر لي، لأنه أنا نشرت فيديوهين عن تلفزيون سوريا وأداء تلفزيون سوريا، وأرسلت هيك برسالة علنية مفتوحة مرئية مباشرة للدكتور عزمي بشارة، إنه تعال شوف المؤسسة اللي مؤسستك يعني لوين رايحة، تعال ضبّط الأمور يعني. أحد الأصدقاء السوريين المحترمين الباحثين تواصل معي يعني وطلب مني رأيي بدقة يعني حول هذا الموضوع، لأنه هنالك شيء يشبه إعادة النظر في أداء تلفزيون سوريا والجدوى الإعلامية ومستوى المهنية والاحترافية والالتزام بال بالخطاب الأخلاقي، بالبُعد الأخلاقي آآ تلفزيون سوريا، إنه هنالك إعادة نظر. فيا ريت يا هوشنگ، حسب الشخص الذي تواصل معي من دون ذكر الأسماء طبعًا، إنه أن تكتب لنا بالدقة، بالتفصيل، يعني وتجيب لنا عينات من المحتوى اللي أنتِ يعني وجهة نظرك وما يعاضدها موثقة في المحتوى المرئي والمحتوى البصري والمقروء في تلفزيون سوريا. طبعًا أنا شكرته على الاهتمام والتواصل والثقة، وقُلت له الموضوع بده تفرُّغ يعني، بده تفرُّغ وبده وقت وبده تركيز، وأنا ما عندي هذا التركيز، وأنتم مركز أبحاث ودراسات وبإمكانكم أن تكلفوا فريق، لكن يكون الفريق من أشخاص محترفين محايدين، عناصر محايدة، ما لهم يعني مش من ضمن المؤسسة، عناصر أخرى يعني من مؤسسات أخرى بتكليف وبتغطية مالية، إنه يشتغلوا حول هذا الموضوع ويراقبوا ويفحصوا الجودة الأخلاقية والإعلامية والبصرية والتحريرية لتلفزيون
سوريا. هيك بيمشي الحال. أما تجيبوا باحثين عبد الرحمن الحاج أو بتجيبوا ما بعرف مين من المركز العربي للدراسات ويعطيكم تقرير يعني راضي وما في أي مشكل بهذا الخصوص، ينسجم مع أداء الإعلامي ومع الأداء السياسي. وهذا يعني هيك تقارير وجودها كعدمها. لا، خلوا الأشخاص، الفريق اللي يراقب الجودة ويعمل مراجعة بصرية تحريرية لمحتوى تلفزيون سوريا يكون فريق مستقل تماما، فريق احترافي وبريء، يعني ما يكونوا عناصر سورية، يكونوا عناصر أخرى، يعني عناصر عربية أخرى تعمل في مؤسسات أخرى لها مصداقيتها وجودتها. لأنه إذا هيك مستوى من الموضوعية ومن الحيادية ستخرجون بتقرير متوازن ومنصف لأداء تلفزيون سوريا. إجمالا هذا الأداء الإعلامي ينحدر، ما بعرف لوين بده يوصل، لكن بالعامية يعني فينا نقول بمنتهى البساطة والصراحة يعني أنه مسألة، يعني شو فينا نقول، يعني تعريس هيك باختصار على بسات أحمضي، يعني ما حدا يزعل. أنه الأداء الإعلامي أداء تعريسي، يعرس للنظام ضد الدولة، يعرس للنظام ضد المجتمع، يعرس للنظام ضد المكونات، يعرس للنظام ضد حرية التعبير وضد الديمقراطية. هذا هو باختصار أداء الإعلامي. أنا نشرت على قناتي في اليوتيوب كمان فيديو يوضح أنه أداء معاذ محارب وتلفزيون سوريا مش معاذ محارب، يعني معاذ محارب مسكين، يعني أداء قناة تلفزيون سوريا قبل وصول الجولاني للسلطة وسقوط نظام بشار الأسد وبعد، يعني عندما كان يهاجم الجولاني في برامجه التي تبث على قناة تلفزيون سوريا، وبعدين لما انتقل إخبارية، يا حي الله سيادة الرئيس أهلا وسهلا وفرصة ونحن في ضيافة السيد الرئيس أبو محمد الجولاني وأحمد الشرع، ومن الكلام اللي أنتم شفتوه، أنه طلع أنه مش أبو وجهين مش بس شكلين ما بيحكي، لا بيحكي أشكال كثيرة على هوى السلطة أو على هوى الموجه أو الممول. ما في هالشخصية اللي بالفعل إعلامية تستحق الاحترام. المهم الأداء الإعلامي ينحدر يوما إثر آخر، وهذا الانحدار وهذا الابتذال يضر بالنظام الحالي كمان، يعني يقدم مادة ضدية لدرجة الابتذال في التسويق لهذا النظام من النظام الحالي، درجة الانحدار والسقوط الأخلاقي والمهني في الأداء الإعلامي يسيء إلى هذا النظام، لا يروج له، يعني بيزيد من مستوى الكراهية والضدية لدى الناس تجاه هذا النظام نتيجة الابتذال والرخص في التعامل مع الناس. نموذجا يعني مثلا شوفوا هذا التقرير كيف يحاول أن يروج للسردية الرسمية للنظام بطريقة رخيصة وتافهة، ويعني نشوف التقرير بعدين نعلق. لم تعد التحركات الأمريكية في شمال شرقي سوريا مجرد إدارة لملف أمني تقليدي، بل تبدو جزءا من إعادة ضبط أوسع للمشهد،
فرضتها تطورات أبرزها الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية سورية في تدمر منتصف هذا الشهر، ونسب إلى عنصر من تنظيم الدولة. هذا التطور أعاد ملف التنظيم إلى واجهة الاهتمام الأمريكي، إذ أشارت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا إلى أن واشنطن بدأت منذ أشهر اتخاذ إجراءات أمنية جديدة تتعلق بملف معتقلي تنظيم الدولة في السجون الخاضعة لسيطرة قسد، شملت نقل قيادات بارزة من سجني غويران والكم الصيني إلى سجون تخضع للسيطرة الأمريكية في العراق، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً من اختراقات أمنية محتملة. خلفية هذه الخطوة بحسب المعطيات تعود إلى معلومات أمنية أكدت وجود اتصالات بين قسد وفصائل عراقية سمحت بتجدد نشاط بعض خلايا التنظيم داخل سوريا، ما دفع التحالف إلى إعادة تقييم طريقة إدارة هذا الملف. وتزامن ذلك مع تبادل معلومات بين الحكومة السورية والتحالف تضمنت تقارير عن فرار عناصر من تنظيم الدولة من سجون قسد واعتقال خلايا نشطة لاحقا داخل البلاد، وهو ما جعل واشنطن تتعامل مع هذا الملف بوصفه تهديدا قائما للاستقرار. في ضوء ذلك تتجه الولايات المتحدة إلى الدفع نحو تنسيق أمني مباشر بين قسد والحكومة السورية، يشمل تبادل المعلومات وتنسيقا ميدانيا في دير الزور، وهو مسار يقدم كخيار أمني، لكنه أثار اعتراضا داخل الإدارة الذاتية التي عبرت عن استيائها من ضغوط إدارة ترامب، معتبرة أن فرض الصيغ من الخارج يتجاهل تعقيدات الواقع السوري. اليوم تعيد إدارة ترامب ترتيب مقاربتها في شمال شرقي سوريا انطلاقا من أولويات أمنية وإقليمية ترى فيها الحكومة السورية الحالية شريكا محتملا لكبح النفوذ الإيراني ومنع تهريب السلاح نحو لبنان ومواجهة تنظيم الدولة. طبعا الهجوم الإرهابي الذي حدث في تدمر، أنا ما شفت أنه تنظيم الدولة تنظيم داعش الإرهابي تبنى هذا الهجوم. بالعادة تنظيم داعش على قنواته في السوشيال ميديا ومنابره الخاصة أنا ما شفت. إذا أنتم شفتوا تبني داعش لهذا الهجوم الإرهابي يا ريت يعني تكتبوا في التعليقات أو تبرزوا الوثيقة اللي بالفعل أنه تنظيم داعش الإرهابي بشكل رسمي تبنى هذا الهجوم. بعد كل هذه الأيام تنظيم داعش الإرهابي لم يتبنى الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أمريكيين جنديين ومترجم وجرح آخرين. طبعا نور الدين البابا الناطق باسم الداخلية السورية اعترف أنه هذا العنصر كان من الأمن العام وحاول يبرر أنه كان سيفصل، لكن يوم عطلة وشفتوا أنتوا المحزلة اللي سقط فيها نور الدين البابا أو أسقط نفسه فيها. طبعا الناظر إلى المشهد الواجهة الإعلامية والسياسية حول الجولاني قلة قليلة من الذين بقوا معه من جبهة النصرة حتى هذه اللحظة، أو من القاعدة ومن داعش ومن جبهة النصرة حتى هذه اللحظة القلة القليلة التي بقيت معه مخلصة لأبو محمد الجولاني. ما تبقى هم جولانيون جدد. نور الدين البابا كان يهاجم أبو محمد الجولاني ويسميه أبو محمد الإيراني. حسن الدغيم كان يسميه، نحكيها بالعراقي ولا بالإدلبي،
كان بيسميه مجهول النسب وعميل مخابرات وما بعرف شو. معاذ محارب بيهاجموه وبيشتموه. مين كمان يعني لما كان معاذ محارب يشتم أبو محمد الجولاني كان رئيسه في القناة حمزة مصطفى. وبالتالي كل الموجودين حول أو أغلب الموجودين حول أبو محمد الجولاني شتموه ولم يعتذروا له عن الشتائم التي وجهوها له، لم يعتذروا. المهم نرجع لنور الدين البابا. نور الدين البابا كمسؤول كناطق رسمي باسم الداخلية السورية اعترف أنه هذا العنصر من عندهم، لكن كما رأيتم في تقرير تلفزيون سوريا لاحقا ويعني في تعريس إعلامي صريح وقح، شو كمان نسميه يعني الأداء الإعلامي، منيكة إعلامية، تعريس إعلامي، يستحق يعني لا عليكم، أنا أتحمل مسؤولية هذه التوصيفات. يعني نسب هذا الهجوم إلى أحد عناصر داعش، وداعش لم تعترف. يعني المهم لكي يبني عليها سردية رسمية، طبعا لقليق النظام الجولاني في السوشيال ميديا غسان إبراهيم ومن على شاكلته الكل بدأوا بتوجيه الأنظار نحو قسد، أنه خلص يعني قسد هي التي تتحمل مسؤولية هذا الهجوم، وهو عنصر من الأمن العام وانتسب إلى داعش من كذا شهر حسب ما قيل 6 أشهر وربما أقدم من 6 أشهر يعني. والنظام اعترف أنه هذا العنصر من الأمن العام وكذا، وربما حسب تقييمات نور الدين البابا أنه لديه أفكار متطرفة، على أساس نور الدين البابا من مناهضي العولمة ومن الداعين إلى يعني الحفاظ على البيئة وحقوق الحيوان وما بعرف شو، يعني كتير ليبرالي نور الدين البابا وحسن الدغيم والبقية، معتدلين هؤلاء يعني. والمهاجم الإرهابي هو فقط لديه أفكار متطرفة. نحن ما بنشوف الفيديوهات اللي بتطلع وكيف أداء تربية النشء والمدارس التي يتم فيها تربية الأطفال والنشء على منهاج القاعدة والداعش وأشبال الخلافة والقصص كلها، ما بنشوف هذا الموضوع يعني. المهم نور الدين البابا، النظام السوري الحالي، وزارة الداخلية بتقول هذا العنصر من عندنا، تلفزيون سوريا بيقول لا هذا من جماعة يعني قسد متورطة في هذا الخطوط، ويبني تقريرا مصورا سأحاول تلخيص الموضوع، وعلى أنه الأمريكيين بلشوا يفكروا بإعادة النظر في هذا الملف، ملف تنظيم داعش الإرهابي ومكافحة هذا التنظيم. هذا التطور يعني أعاد ملف التنظيم إلى الواجهة الأمريكية، وطبعا مكافحة تنظيم داعش الإرهابي حتى هذه اللحظة لم يغب عن سلم أولويات الأمريكيين في سوريا والعراق، لم يغب حتى هجوم تدمر يعيد هذا الملف إلى الواجهة طبقا للتقرير اللي أنتم شفتوا. أصلا يعني كما ذكرت الملف لم يغب حتى يعود. شو بتقول قناة تلفزيون سوريا أو ماذا يقول تقرير تلفزيون سوريا؟ مصادر خاصة لتلفزيون سوريا ذكرت أن واشنطن
ومنذ أشهر بدأت تبحث أو في ملف معتقلي داعش، ونقلت قادة أو بعض قادة التنظيم من السجون الخاضعة لقسد إلى السجون الأمريكية. طبعا وقاحة وسفالة ودناءة ورخص إعلامي أنه تنسب شيء لمصادر خاصة بمنتهى الرخص والاستسهال. بإمكانك أن تقول أي شيء ومصادر خاصة ذكرت لنا يعني كذا وكذا وكذا، وهذه المصادر الخاصة تنسجم مع السردية الجولانية الرسمية لحرف اتجاه الحدث وأنظار الناس عن نظام الجولاني وتعشش وتغلغل تنظيم داعش الإرهابي داخل المؤسسات الأمنية. إذا 15,000 عنصر تم تجنيسهم وتم توزيعهم على الجيش والمؤسسات الأمنية، بتكون داعش ما تتسرب يعني 15 يعني 1000 شخص من المقاتلين الأجانب. ضعوا جانبا يعني عناصر داعش من السوريين، هدلوني حطوهن على جنب، أما المقاتلين الأجانب أنتم جنستوهم يعني. فبمنتهى البساطة والرخص نسب هذا الكلام، هذه التوليفة إلى مصادر خاصة قالت لتلفزيون سوريا، ما قالت لأي قناة تلفزيونية أمريكية أو أوروبية أو رويترز أو أي وكالة أنباء محترمة، لا، مصادر خاصة خصت بتلفزيون سوريا هذا الكلام. مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أن واشنطن ومنذ أشهر بدأت تبحث في ملف معتقلي داعش، ونقلت قادة التنظيم من سجون قسد إلى سجون أمريكية في العراق. ليش؟ يعني حسب التقرير يعني في خطوة تعكس قلقا متزايدا من اختراقات أمنية محتملة في قسد. طبعا لا يخلو الأمر، ما يعني قسد مش الكيان القوي العصي على الاختراق، لا، هنالك اختراقات للعصب الأمريكي، للجيش الأمريكي، للأمن الأمريكي، فما بالكم قسد. لكن قسد في أسوأ حالاتها أفضل بسنوات ضوئية من نظام الجولاني، وبلاها الأكاذيب يعني. هذا التعريس الرخيص بلاه يعني، أو يلا واصلوا مش مشكل يعني. مهم بدأت منذ أشهر يعني تبحث في ملف معتقلي داعش لدى قسد، ونقلت البعض من قادة التنظيم إلى سجون أمريكية في العراق في خطوة تعكس قلقا متزايدا من اختراقات أمنية محتملة. ووجود معلومات، يكمل التقرير، وجود معلومات أكدت وجود اتصالات بين قسد وفصائل عراقية. شو هي هذه الفصائل؟ مصادر هذه المعلومات مش معروف، فقط لدى تلفزيون سوريا. وجود معلومات أكدت اتصالات بين قسد وفصائل عراقية سمحت بتجدد بعض خلايا تنظيم داعش داخل سوريا. فصائل عراقية سمحت بتجديد أو تجدد حركة ونشاط خلايا تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا. طبعا إعلام الجولاني كثيرا ما كان يروج أنه لا، داعش انتهت وهي أكذوبة قسدية، ويعلقون عليها مبررات وجودهم وعدم اندماجهم، ما في داعش. الآن يحاولون تبرئة أنفسهم وتحميل تحميل مسؤولية هجوم تدمر لتنظيم داعش الإرهابي، وعلى أنه الموضوع جرى تنسيقه مع قسد وفصائل العراقية ومن
من هالكلام يعني، من هالكلاوات كله كذب بكذب يعني. شو كمان؟ ما دفع التحالف إلى إعادة تقييم طريقة التعامل مع هذا الملف. مش صحيح هذا الكلام يعني. التحالف أعاد تقييم علاقته مع النظام السوري، مش مع قسد. لكن هذه الحاضنة التي تتعامل مع هبت هبت ولبت لبت، هيك تقارير تدغدغ لديها الأوهام والغرائز وترفع لديها منسوب التصديق للأكاذيب والأباطيل. ومش بس كمان، تزامن ذلك مع تقارير بين الحكومة السورية والتحالف تضمنت معلومات حول فرار عناصر من تنظيم الدولة من سجون قسد. ترى إذا عناصر من سجون الدولة فرت من سجون قسد، عناصر تنظيم الدولة، عناصر داعش فرت من سجون قسد، لكان يعني الإعلام الأمريكي مطبول. هذا الموضوع لا يخفى عن الأمريكيين، والأمريكيين مش محتاجين لتقارير من النظام الجولاني إنه والله شوفوا ترى هالعناصر هدلون هربانين من سجون قسد. طيب أين هؤلاء العناصر؟ شو أسماءهم؟ وهل اعتقلتهم السلطات السورية؟ يطالعوهن. تلفزيون سوريا خلي يطالع مقابلات حصرية مع 2 أو 3 من المقاتلين، مقاتلين تنظيم داعش الإرهابي، بالصوت والصورة، والسبق يكون لتلفزيون سوريا. يطالعوهن أنه بالفعل هذه العناصر هربت من سجون قسد، هي عناصر تنظيم داعش الإرهابي وهربت من سجون قسد. الموضوع ما يكون عبارة عن تقرير وتمرير معلومات كاذبة مضللة الهدف منها تبرئة ساحة نظام الجولاني، مسؤولية نظام الجولاني عن هجوم تدمر الإرهابي، وأنه تنظيم داعش موجود ومعشش ومتغلغل ومتمدد داخل سلطة الجولاني، وحرف الأنظار حول هذه المسؤولية السياسية والعسكرية والأمنية، وتحميل قسد مسؤولية ذلك. تصوروا لو أنه هذا الهجوم حدث في الحسك أو مع دورية مشتركة للأمريكيين وقوات قسد. إعلام الجولاني وتلفزيون سوريا والأخبارية وهدلون اللآليء الموجودين اللي بتشوفوهم يعني يتصدرون الشاشات، شو كانوا قالوا عن قسد؟ ماذا كانوا قالوا عن قسد؟ أكيد رح يقولوا نفس هذا الكلام الذي سترونه الآن. قسد فاشلة جدا في قتال داعش. الجيش الحر في دير الزور والرقة والحسكة هو من قتل داعش وهو من هزمها. لا تملك قسد لا سردية لا نضالية ولا قتالية ولا عقيدة تستطيع أن تقاتل إرهابي واحد. إرهابي واحد من داعش مستعد أن يهزم كتيبة كاملة لقسد، ولولا طيران F-16 والطيران الأمريكي و70 دولي مع قسد ما كانت لتزرع ولا لتنزع فتيلة. يعني هاي أمور حقيقة. على العكس قسد تنتج دواعش جدد. طبعا تقرير تلفزيون سوريا منسجم تماما مع الكلام اللي قاله حسن الدغيم على أنه شو قسد لم تحارب التنظيم، الجيش الحر قاتل تنظيم داعش الإرهابي في الرقة ودير الزور، وهو ليست قسد. الجيش الحر، ولولا التحالف الأمريكي ولولا الF-16 يعني لما انتصرت قسد. ومقاتل واحد من تنظيم داعش قادر على إبادة كتيبة أو كتيبتين من قسد. شو قسد؟ طبعا المذيع أو اللي يعني يجري
المقابلة ويستمع لهذا الكلام السخيف ساكت، وما بيقول له أنت عم تحكي من تمك ولا عم تحكي من فوق ولا من تحت، عم تحكي من تمك ولا عم تحكي من طيزك، من وين عم تحكي أنت؟ إذا الأمريكيين أشادوا بكفاءة قسد وبقدرات قسد، إذا العالم كله أشاد، الموضوع باقي يعني يقتصر متوقف على شهادتك يا حسن الدغيم. أنت وين كنت؟ أنت وين كنت؟ أنت ما هي السردية الجهادية القتالية لك في مقارعة تنظيم داعش الإرهابي؟ هات سمعنا المعارك اللي أنت اشتركت فيها، أو الفصيل الذي كنت تنتمي إليه وحارب تنظيم داعش الإرهابي في إدلب، ما رح أقول في الدير وفي الرقة وفي مناطق أخرى. ما هي سرديتك؟ سرديتك معروفة، الطوبة للتركي وتوجيه المقاتلين السوريين لكي يقاتلوا لصالح الجيش التركي كمرتزقة في ليبيا وأذربيجان، ورواتب ومكافآت هؤلاء المقاتلين المرتزقة التي وضعها أبو عمشة يده عليها أنت شريك فيها، بحكم أنك كنت جزء من السلطة الإدارية ومسؤول التوجيه المعنوي لسلطة الاحتلال التركي في منطقة عفرين. طبعا لن أتحدث عن الكلام الذي كنت تقوله لأبو محمد الجولاني على أنه مجهول النسب وأنه كذا وضابط مخابراته، كل هالقصص هي لا حياء. يعني لنا في التراث الكردي مقولة دارجة، يعني لا أعلم المعادل لها في التراث الشعبي العربي. تقول هذه الأمثولة أنه بصق أحدهم في وجه ضفدع فسخر منه الضفدع وقال هيهات، مياه المستنقعات والجداول والأنهار لم تجعلني أشعر بالخجل، فهل بصقتك ستجعلني أشعر بالحياء والخجل؟ طبعا حال الإعلام السوري وحال حسن الدغيم هو كحال تلك الضفدع التي كلما بصقنا في وجهها سخطا واشمئزازا وقرفا ازدادت فرحا وسخرية ورقصا على أنه هيهات أن تبللني بصقتك، مياه المستنقعات والأنهار لا تشعرني بالحياء والبلل، فما عساها بصقتك فاعلة. إذن هذا المثل خير ما أختتم به هذا الحوار حول الإعلام السوري، أنه بالفعل إعلام ساقط أخلاقيا ومهنيا، وأقل ما يقال في هذا الإعلام على أنه تعريس يعني ودعارة إعلامية، طالما خطاب الكراهية هو سيد الموقف، طالما التضليل وفبركة التقارير والمعلومات وضخها للشارع السوري هو سيد الموقف وهو بوصلة أداء هذا الإعلام، حق عليه القول والوصف الذي قلته في هذا الحديث. دمتم